الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض البانيه المشوي بطريقه سهله وبسيطه، وهنقدمه بطريقه شيك جدا زي ما انتم شايفين كده. وهيطلع معانا طعمه روعه وحكايه، ولونه زي ما انتم شايفين كده لوحه فنيه بيتكلم عن نفسه. بس لو اول مره تنوروني وتشرفوني يا ريت تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب كده عشان قناتي تكبر بيكم، وكلمه حلوه منكم بتسعدني، واللايك اهم حاجة عشان بيرفع الفيديو طبعا. والحاجات الجميلة دي نقدر نعملها ونوصلها لأكبر عدد، ونبقى كده ستات بيوت شاطرة وجميلة، ونعمل كل حاجة في البيت لولادنا، حاجة كده تغذيهم، حاجة صحية، حاجة مفيدة جدا. وانتوا عارفين ان انا دايما بحب اعمل كل حاجة في البيت. طبعا البانيه بتاعنا ده هنعمله دلوقتي بطريقة، والنتيجة هتطلع معاكم دلوقتي. هوريكم بقى مستوي ازاي، ولونه كمان من الفراخ من الداخل كده لونها ابيض وجميل، ومستويه وجوسي جدا جدا، مش ناشفه معاكي اهي. شايفين بتتقطع معانا بكل سهوله وبساطه، ولونها من جوه ولا اروع. حاجه كده تحفه جميله جدا، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. بصراحه انا مش قادره اقاومها، جميله جدا. وولادي بقى شامين الريحه، مش عايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه. تقدري تقدميها مع رز اصفر، مع مكرونه، تاكليها مع الخيار والطماطم وسلطه، او اي حاجات مقبلات كده جنبها. ممكن تنفع معاكي في غدا، في عشاء، ولادك راجعين من المدرسه كده جعانين، تقدري تعملها لهم بكل سهوله وبساطه. بتشتغلي وكمان ما عندكيش وقت، تقدري تعمليها. يعني اكله سهله وكامله متكامله مع شويه خضار كده، بتبقى جميله جدا وصحيه. يلا نسمي الله ونصلي على النبي كتير، وتعودنا نصلي على النبي في الاكل عشان ربنا يبارك لنا فيها. عندك طبعا البانيه بتاعك ده بيكون حسب الكميه بتاعتك، كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، براحتك انتي. اهم حاجه التقطيعه تكون متوسطه، ولا رفيعه ولا تخينه قوي، عشان خاطر ايه؟ رفيعه ما تتحرقش معاكي، ومش مستحبه ان هي تكون تخينه قوي. يعني وسط، خير الامور الوسط. طبعا الفراخ بتاعتي انا غسلها بالليمون والملح وهي طازه اصلا، شايفين لونها جميل ازاي. عندي هنا البهارات بتاعتي بقى. هعمل الأكلة دي في 5 دقايق، يعني تتبيلها بس 5 دقايق. بما ان شوي، زعتر، بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود او اسمر. عندي هنا ملح، وعندي كمان رشة القرفة، وكمان هضيف معايا دلوقتي بصل بودر وتوم بودر. كل البهارات بتاعتي دي لو حابة تشيلي منها حاجة او تضيفي حاجة براحتك انت. سنة من الشطة كده عشان تبقى سبايسي معاكي وتبقى جميلة قوي. وهضيف كمان معلقتين من الخل. معلقتين الخل دول فايدتهم ان هم يخلوها طرية معايا، ما تكونش ناشفة، تبقى طرية وجميلة كده. طيب، وهضيف كمان حوالي 3 معالق من الزيت، لان طبعا انا ما بضيفش عليها، هي مع الصدور طبعا ما فيهاش ماده دهنيه ولا حاجه، فما بضيفش دهون تانية. هضيفهم كده واقلبهم كلهم مع بعض لحد كل البهارات بتاعتي ما تختلط مع الزيت والخل. تقليبه تمام. شايفين لون البهارات؟ بصراحه روعه وريحتها جميله جدا. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده. طبعا حابه تنزلي بالفراخ كلها مره واحده، لو الكميه عندك كتيره انزلي على مرتين. نزلت بكل الفراخ بتاعتي وهقلبها كده لحد ما تتشرب الصوص كده الموجود ده، او الخلطه الجميله دي كده. شربيها بقى، بصي يعني حاولي تخليها تتغلغل فيها كده، وسيبيها بقى. ممكن الخلطة دي كده تبيتيها في التلاجة حوالي 24 ساعة، او ممكن تعملي كمية كبيرة بنفس الطريقة دي كده وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على التسوية. لو انت بتشتغلي بقى تسحبي كده الكيس وتطلعيه يفك بس معاكي، ويا دوب تشوي بس، مع مكرونة تقدميها، مع رز، مع اي حاجة زي ما قلت لكم، هتبقى سهلة خالص. طبعا لو هتحطيها في التلاجة اهم حاجة ان انت تغطيها بغطا محكم، عشان هي التوابل اللي فيها القوية دي ما تعملكيش ريحة على الاكل اللي في التلاجة، ولا هي تاخد من الروائح اللي في التلاجة. طبعا انا دايما بقول لكم الحتة دي، اي حاجة تحطوها في التلاجة لازم تتغطى عشان تفضل كل حاجة على ريحتها. طبعا دلوقتي انا هغطيها كده بالاسترتش ده، غطا محكم، واسيبها حوالي 4 ساعات. وبعد كده شايفين شكلها جميل جدا. وبعد ال4 ساعات هطلعها معاكم واشوف هكمل معاكم ازاي. بعد ما عدى عليها 4 ساعات طلعتها معاكم، وريحتها بقى مش عايزه اقول لكم متعتقه كده شويه، وكل ما تسيبيها بتكون افضل. ودلوقتي هناخدها بكل سهوله وبساطه زي ما احنا اتفقنا، اكلتنا سهله. بجريلا كده على النار، تضيفي بس معلقه صغيره من الزيت او مسحه من الزيت كده. طبعا هي مش هتلزق لان هي عليها زيت فمش هتلزق، بس للامانه ان انت تضيفي دهنه كده من الزيت اضمن. جريلا بقى، طاسه، براحتك. اهم حاجه ان هي تكون سخنه،
لازم تكون سخنة عشان خاطر الفراخ ما تلزقش معاكي وتنزل المية بتاعتها، فلازم تكون سخنة. وسيبي مسافة بين الفراخ وبعضها، ما ينفعش ان انت تلزقيهم في بعض كده عشان ياخدوا من السخونية بتاعة الجريلا او الطاسة. ويا سلام يا سلام بقى لو تشويها على الفحم، تبقى روعة وجميلة جدا جدا جدا. جربوا بس كده اللي عنده شواية على الفحم والدنيا واسعة معاه يشويها على الفحم كده تبقى جميلة. طبعا حطيت في كل الصينية كده وهقعد اقلب بقى واحور فيها شمال ويمين كده تاخد لون من تحت كده، اقلبها الناحية التانية والعكس. طيب اهم حاجة حاولي ما تقلبهاش غير لما تاخد لون. زي ما انتوا شايفين ما نزلتش مية معايا عشان انا شغالة صح، مش كل شوية. طبعا لازم الطاسة تكون سخنة او الجريلا، ولازم كمان ما تقلبيش فيها كتير، تاخد لون وقلبي. الفراخ ما بتاخدش سوا معايا. وزي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى اديها تاخد اللون وتستوي، وهخرجها معانا دلوقتي كده، ولونها هيبقى تحفة. زي ما انتوا شايفين الجمال بقى والحلاوة، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. لايك وشير كده وسبسكرايب يا حبايب قلبي عشان قناتي تكبر بيكم. طريقة ازاي؟ والله روعة. اتمنى ان انتوا تجربوها بأمانة، هتعجبكم جدا. طبعا اللي في الجريلا ده يا سلام يا وعدي هيخلي الطبقة اللي جاية احلى واروع بقى، والريحة طالعة مش عايزة اقول لكم بقى حاجة ولا اروع. كملت كل الفراخ بتاعتي بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. قدمي بقى وروقي نفسك كده وظبطي حالك بقى. خيار عندك، طماطم، كابوتشي، اي حاجة قدميها معاها. خس بقى، اي حاجة، حتى لو جرجير يا سلام، بيبقى الجرجير مفيد وصحي. وقدمي بشكل شيك لان العين بتاكل قبل البق. لما العين تشوف الحاجة حلوة كده، حتى لو عندك طفل مش بياكل هيشوف الحاجات الجميلة نفسه هتتفتح وهيبدأ ياكل معاكي. طيب انا ممكن ازين الطبق بشكل بسيط جدا باي حاجة موجودة عندي كده. يعني لو عندك كده بابريكا، هاتي بس بين ايديكي كده شوية من البابريكا ورشرشيهم كده على الطبق كده، واعملي كأنك بتنقطي كده. شايفين الشكل؟ هيبقى جميل جدا. في المطاعم على فكرة لو تاخدي بالك، او في اي مطعم بيقدموا الحاجة تبقى انت مبهرة بيها بس بتطلع جميلة قوي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده ولا اروع، جميلة بجد. والناس زي ما قلت لكم، الناس اللي بتشتغل سهلة ليها ومفيدة. صدور الفراخ دي مفيدة جدا جدا جدا. اللايك والشير كده وكلمة حلوة منكم تسعدني عشان الحاجات الجميلة دي توصل لأكبر عدد، وقناتي تكبر بيكم كده زي ما حابة أقدم لكم المحتوى بتاعي الجميل ده. انتظروني بقى في الفيديو القادم إن شاء الله، تعملوا أكلاتي ووصفاتي وتعجبكم بإذن الله. بألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.